اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده فيديو بسيط وسهل، سهل جدا زي ما انتم شايفين. هنحول الملوخيه الناشفه لملوخيه خضراء. اسهل من كده مش هتعملي. هقول لكم الطريقه المظبوطه اللي تعملوا بيها الملوخيه الناشفه الخضراء. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، شكل الشوربه معانا كده الجميل، فيها جزر وبصل وطماطم، كل حاجة كده جميلة، وملح وفلفل طبعا. معايا الطاسة على النار. بالنسبة للأوان حاطين التوم وفيه معلقة سمنة، ودي الكزبرة مش هننزل بيها دلوقتي. وده السلق حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. ده السلق، انا بجيبه بقرطف الورق بتاعه ده كده وبغسله وبضربه في الكبة، تضربيه في خلاط، تضربيه في بهاند بلندر، اللي انتوا عايزينه. دلوقتي بقى حبايبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهو بسيط مش محتاج اي حاجه، هننزل بالملوخيه كده، نقول بسم الله وهنقلب كده، نقلب نقلب، ما تخافوش هوريكم السمك بتاعها. دلوقتي بقى كمان هنزل عليها بالسلق على طول. ده اللي هيحول لي اللون بتاع الملوخيه الناشفه الى ملوخيه خضراء زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللون اتغير بسرعه ازاي؟ شايفين الخضار؟ ولا احلى من كده ملوخيه تعمليها. انا بقى مش هطول عليكم اكتر من كده. زي ما انتوا قلت لكم الثوم والسمنه هسيبهم يسيحوا كده. هديها لون الصفار، هنزل عليها بمعلقه كزبره على طول، واعمل الطشه، وتروحي شهقه الملوخيه، واوريكم الشكل النهائي ليها. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده شكل الملوخيه. شايفين؟ ولا التومه والطشه بقى بتاعتها، ولا الريحه والخضار؟ شايفين؟ احلى من كده مش هتعملي ملوخيه والله. علشان كمان خاطر الملوخيه ما تسودش منك، ما تغطيش عليها بعد ما تتعمل، وما تغليهاش كتير على النار. اول ما تاخد غلوه معاكي اطفي النار عليها وسيبيها من غير غطا. تشوفي الخضار والجمال ده كله، ولا الريحه والطعم. والف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، تكون وصفه سهله عليكم وبسيطه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.